اهلا بيكم في بودكاست بيوتي توكس بالعربي. تفتكري في ناس بعد ما تعمل الفيلر ويكون هي انسيستنج عليه ممكن تيجي تقول لك دوبهولي تاني مش عاجبني؟ للاسف في حالات كده. طب تفتكري السبب بيكون ايه؟ السبب بتبقى هي بالظبط بتبقى هي خدت ديسيجن ضغطت فيه على الدكتور. يعني في حالات تيجي تقول لك لا انا عايزه تكسس. يا حبيبتي هتخليكي مش فيميناين، يا حبيبتي انت وشك مظبوط، لا معلش انا مش قادره وبعدين تيجي انت مع ضغطها الفظيع تعمل لها اللي يرضيها وبقت ظبط، وبعد كده لا طلع كان عندك حق مش عاجبني. فلو بالظبط طب ما احنا قلنا من الاول. بس هو لان هو ارت وبيوتي، فهو لو تسيب انت بتراست الدكتور اللي انت رايح له هو هيختار لك انسب حاجه ليك. يعني نصيحتك ان الشخص لما يكون حابب ان هو يهتم ببشرته او يجمل او يحسن من شكله ان هو يجي ياخد النصيحه من الدكتور والاخصائي بتاعه ان هو يظبط له كل حاجه. دلوقتي كمان اللي مساعدنا الاي اي بقى بيقول لك شكلك اصلا بعد الانجكشن هيبقى ايه. ففي اجهزه دلوقتي بتساعدنا اصلا بتيفالويت السكان. يعني دلوقتي في اجهزه اصلا انا بحط فيها بتتحط الوش السكان انالايزر، بيحط الوش وبيقول لي ايه الديفكتس بالظبط اللي فيه وايه اللي هو محتاجه والاكسبكتيشنز بعد ما تتعمل كمان هيبقى شكله ايه.